الثالث قلنا 8 اهداف لاسامه فيصل. لغايه كده بقى كفايه عليك يا علي ماهر. من ساعه ما مسكت المصري رقم 9 وبناكل بالاربعه. عمرها ما حصلت في تاريخ النادي المصري. ماتشين ولسه في بدايه الدوري وبناكل بالاربعه. وسط الملعب ادم الخير يا علي يا ماهر. مفيش حد خالص. خليت فرقه المصري زباله. تعرض الملعب. خليت فرقه المصري زباله. عند عمرو موسى. البنك الاهلي اللي مغلوب من طوب الارض، المصري عامل كازيون. الفرقه اللي ما بتعرفش تغلب طول السنه تيجي تغلب المصري، ومش تغلب واحد ولا اتنين ولا لا باربعه، والماتش لسه ما انتهاش. فرقه مغلوبه 5 مطوشه جايه تديك 4. قال لي لو منك يا علي يا ماهر، لو عندك شويه دم وشويه كرامه تقدم النهارده استقالتك. احنا قلنا واتكلمنا وقلنا ان علي ماهر مدرب شركات ما ينفعش. مستر ابو علي برضه مصر. ايهاب جلال وعلي ماهر. انت مشيت حسام حسن ليه؟ ما احنا قلنا حسام حسن كميته ماشيه مع النادي المصري، واللي يزعل يزعل. انما شكلهم كده الزباله ده 4 من فرقه مغلوبه من طوب الارض. لو منك بقى على ماهر بعد الماتش خد بعضك وتخلع وتمشي. رأيي بقى رأيي. ايه ده؟ رأيي. ما احنا قلنا حسام حسن تقول لي بيهزق اللعيبه، ما يهزقها. ما لعيبه عايزه التهزيق، ما بتلعبش الا ما بتتهزق. الدلع ما بينفعش معاهم. تمشوه حجه. ما احنا قلنا كميته ماشيه مع النادي المصري وهو عارف بيعمل ايه. انما عندك لعيبه وملايين وبتاكل بالاربعه. والله انا من رايي ان خط الدفاع وخاصه عمرو موسى ما عادش يلعب، لان انا شايف الرؤيه بعد ماتش الاهلي اللي غلبنا فيه 4-0 ما يلعبش عمرو موسى عاجز وبيسلم الكرة للخصم. ده الفرقة كلها عاجزة. ونقطة ضعف بعمرو موسى ومعاه بعض المدافعين. هو نقطة ضعف هنا خط الدفاع، لابد من تطهير، لأن لو خط الدفاع بيلعب كويس لسه على الماتش هيضغط على الخصم قبل ما يستلم الكورة. والله لو قعدنا نلعب 50 سنة ما هنجيب جول. احنا مشينا بالطريقة دي. احنا مشينا العيال المدافعين الكويسين. انت دلوقتي بتقعد سمير فكري وتسيب عمرو موسى والتشكيل اللي بادئ بيه تشكيل زبالة. لا تشكيل زبالة خسرك من اول الماتش. الفريق الخصم اهو بيلعب مدافع ويلعب على الكرة المرتدة واثنين صراع ياكلوا عيش على خط الدفاع. الدفاع لازم يتغربل، لازم يقعد على جنب. نهاية الكلام يقعد على الدكة الاحتياط. والسلام عليكم. نهاية الكلام علي ماهر النهارده لو عنده كرامه يمشي. هو كامل ابو علي بقى ما بلاش بقى. انت يعني خلاص انت بتعاند نفسك ولا بتعاند الجمهور ولا بتعاند مين بالظبط؟ يا عم احنا قلنا حسام حسن ما تجيبه. ما كميته ماشيه مع النادي المصري، ايه المشكله يعني؟ انت عايز تحرق دم الجمهور؟ ما احنا قلنا علي ماهر ده مدرب شركات لا يصلح. عايز فرقه مالهاش جمهور، انما حسام حسن اخد على الجمهور. اللعيبه بتخاف منه وتعمل له احترام. يعني جايب لعيبه ملايين عشان نتغلب بالاربعه من فرقه مغلوبه من طول الارض. ايه الزباله دي؟ خلاص بقى. ولسه هو بيتكلم ولسه الماتش ما انتهاش. والله لو قعدنا 100 سنه ما هنجيب جول. ايوه اقفل يا سيد عشان الواحد تعب. طاهر المحمدي من جديد. استلام من باهر.